حزب الله اللبناني المجرم قصف اليوم قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل وأوقع قتلى وجرحى. بالبداية طارت الحسابات الموالية لحزب الله والمناصرة للحزب إنه شوفوا الحزب البطل كيف انتقم لغزة وكيف نكل وكيف عمل، لكن بعد ما توضحت الأمور وتبين إنه اللي قصفوا حزب الله هو ملعب للأطفال وإنه القتلى كلهم سوريين بينه 7 أطفال، ما عاد يعرف حزب الله شو يعمل، شي بيأكد وشي بينفي. آخر شي نفى مسؤول بحزب الله لوكالة رويترز مسؤوليتهم عن الهجوم اللي صار. هذا الحزب يا جماعة اختصاصه قتل السوريين، ما بيعمل شيء غير انه يقتل السوريين. وقت ما بيلاقي سوري يقتله بإدلب او بحلب او بحمص بيروح على المناطق المحتلة على مجدل شمس ليقتل السوريين اللي فيها. هذا الحزب ما انصنع ما انعمل الا من شان يقتل السوريين. هذا الحزب مجرم. واسألوني انا الي طار شخصي مع هذا الحزب. هذا الحزب قتل كثير من افراد عيلتي، هجر أهلي وأهل مدينتي من بيوتهم من القصير ومن حمص، واحتل مناطق كتير بسوريا. كتير من السوريين، إذا ما قلت لكم كل السوريين، لهم طار شخصي مع هذا الحزب. حتى السوريين اللي قاعدين الآن بمناطق النظام لهم طار شخصي مع هذا الحزب، الحزب اللي عم يخطف وطالب فدية أموال من أهالي الخاطفين، الحزب اللي عم ينشر كبتاغون. هذا الحزب ما انصنع إلا للخراب والدمار. وهلأ اليوم كمل سلسلة جرائمه بقتله لأطفال سوريين كانوا عم يلعبوا بملعب أطفال بمجدل شمس. على كل حال بدي اقول لأرنب الضاحية وين الهدهد اللي صرعتنا فيه؟ والهدهد جاني بمعلومات دقيقة، والهدهد جاب لي مواقع لثكنات عسكرية إسرائيلية ولا ما بعرف ايش. طلعت هذا هو نتائج الهدهد؟ تقصف ملعب أطفال بعد كل البذ الإعلامي اللي عملته والحرب الإعلامية وشوفوني وما بعرف ايش عم تبشر دقنك. كل شيء طلع معك انك تقصف ملعب أطفال؟ هذا اللي طلع معك؟ على كل حال يا أرنب الضاحية وجماعة أرنب الضاحية، بال2006 كان في بيوت وكان في ناس عم تستقبلكم. هلأ البيوت اللي استقبلتكم بال2006 دمرتوها، والأهالي اللي استقبلوكم هجرتوهم. ما رح تلاقوا بيوت لتقعدوا فيها، والأهالي اللي استقبلوكم ما رح تلاقوهم. لهيك جيبوا خيامكم معكم.